جماعة بالله إنه شكوى للحكومة، يعني إن شاء الله أرجعونا العالم على محافظاتهم، كتير تبهدلت البنات. لك عم بحكي مع عامر كل يوم، عامر بن خالي بحكي معه بقول له ما تروح، بقول لي لا بتضل هون. وشو في شو معك قوافل بدك تبيعها بالشام؟ روح على البلد. ما خذ لي معك على ابن خالتي حاط لي على شعره زي الزيتون. شو هالمناظر هاي بالعاصمة يا عيب العيب. اسمع المرة شو بتقول. بعدين انت عجب هيك وجهك طلع الوجه تقول مغسليته بسفن اب. كتير عم نشوف اشكالات ما طبيعي. منين بدي اجيب لك الاشكال هاي اللي عندنا هاي الناس وبدهم يروحوا يعني اشكالهم غير لائقه وبدهم يروحوا وما احناش مانين عليهم. يعني عامر عيونه صغار واصلع وعلى اسود وحاط على شعره زيت زيتون ولابس لك بنطلون اخضر وكنزه ما بعرف شو لونها. اللوك مش كويس يعني مش مريح للنظر. انا كثير جتني شكاوي عليكم كثير يعني عن جد مناظر يعني ليش اسمع مناظر ناس مو متحممة من سنين، ناس رايح بلا حمام. وانا حكيت معه للامانه انت شو ام عقرب. والله يا ام عقرب انا حكيت معه لعامر وقال لي انه شو اسمه ما فيش غاز. هو حاب يتحمم للامانه الزلمه. بس انه طب يا عامر انت على التفتيش على بوابه دمشق يعني حاول تقطع الحاجز او ادفع مصاري. ما حاطين ناس بتشم اللي متحمم بفوت طب شلون انت قدرت تمزط بدون حمام؟ يا عيب العيب. اسمع تنظر للمرأة بطريقة قليلة أدب، بيتعاملوا مع لا هاي جديدة. أنا بعرف إنه زلمة ما بيطلعش على نسوان بس بجوز استغرب من منظرك يعني شك فيك إنه أنت معانا ولا معاهم. أيوة بس لا إذا متطلعين يعني بجوز يكون من الفقر والقل يعني ما يعني ما في حدا ليش مضطرين يطلعوا عليك والله. شملي في كثير شكاوي والله بتوجع الراس. اسمع ختايرية بطريقة قليلة أدب. كمان بتسيئوا للختايرة. طب ليش ما بتسيئوا لختايرة البلد عندنا ولا مش عندنا ختايرة؟ رايحين على الشام مشان تسيئوا للختايرية يا عيب الشوم. ولا واحد اليوم ببات بالشام كلكم على القرية. اسمع مبين المربى يعني كتير مو نحن. والله أنا بعرفهم مربيين وكويسين بس بجوز 14 سنة فلتوا يعني تعلموا الشغلات المش كويسة واللي احنا كل العالم متربي ومتعلمه والله بس بجوز بهالجديد يعني انتزعوا. اسمع يعني معلش انه العاصمة بتضل مرتبة، بنفهم انه كل انا قاعد اقول لهم يعني العاصمة لازم يظل فيها انت والناس اللي بتلبس بناطيل جنس يعني وكالة او ولا واحد بلبس من البالة بفوت الشام. الكل بيلبس جديد ويلبس مرتب وبحط يعني خلي يكون في براندات شغلات ماركة. يعني كنزتك يا عامر اني بعرفها باشته يعني قد يعني هي رمادية وصايرة بيضة من الشمس. طب شو ليش هيك انت مرتب يعني تفكر حالك؟ اسمع الشكاوي عليك. مرة كبيرة بالعمر شوف طالعة عم تنتقدكم يا عيب العيب. كان له عاداته وتقاليده، خلص يروحوا عمان. شو عادات وتقاليد وحسستيني انك شغليص بس يجيك الضيف بتذبحي وقهوة مرة شو العادات والتقاليد اللي عندك انت؟ ريحة ثمش طالعة بعدين انت توك فايقة من النوم. كمان هدول اللي ما له شغل بالعاصمة بالله يرجع. لك اليوم بدق عليهم بحكي معاهم بقول لهم والله العظيم خلص اللي ما له شغل بده يرجع. رضكش تنقي العاصمة ولا بيظل فيها غير ابو محمد احمد الشرع والشيباني بس الناس اللي لها شغل. الباقي الكل على القرية خلص. المناظر كثير بشعة. مناظر مقرفة وبشع شو زومبي يعني شو قديش بشعين يعني هو المرة مزعوجة يعني ما تنظفي خشومك انتي. انفك نظفي انفك مشان تفهمي علي. نظفي انفك. سحبتي الكنزة سحبتي لي التليفون بخشمك بانفك. بتحكي عن الناس وانتش مغسله وجهك. طب نظفي خشمك جعلك العمى انت الثانيه. لا عاداتنا ولا تقاليدنا. خلص يا غليص خلص يا شيخ رداد ام العادات والتقاليد. الشيء متعودين عليه مثل الغربتية فينا بالشام. غربت لي اجباري يعني على اسود وانت شقره
يعني جباردس تحسي حالك انك انت غربت لي. طب علاءكم هرب الشمس، وين نروح فيه ونبيضوا؟ ما بشوف شوام. لك الشوام اليوم بدنا ندق عليهم، بدنا نشوف وين رايح الشوام وين رايح العالم. علاء وعامر والشباب كل شي واحد بمون عليه يرجع على القريه. واليوم اذا في معاكم رقم شوام اعطوني اياه، خلينا نتواصل مع العالم ترجع. ولا واحد بضل غير اللي قلنا عنهم اثنين.